عايزه حق بنتي، انا ما رضيتش هروح اموته، ولا انا كفيله اموته، بس انا ما قدرت، ما رضيتش. قلت القانون هيجيب لي حقي يا باشا. انا قلت القانون فوق دماغي هو اللي هيجيب لي حقي، رجال القانون اللي هيجيبوا لي حقي. وقلت لاخويا كده، قلت له يا محمد ما تضيعش نفسك، رجال القانون هيجيبوا لنا حقنا. كل يعني من يصيبنا الا ما كتب الله لنا. نعم. انا رب اللهم اجرني في مصيبتي وارزقني بخلف احسن منها يا رب، ارزقني باحسن منها يا رب، وثبتني يا رب عشان مصبرني يا بنتي يا رب، صبرني. انا من كتر اللي انا شفت الفيديو اللي انا شفته مخليني لساني ملجوم، مش قادره اقف على رجلي حتى. لكن انا ما اقولش، انا ماليش علاقه. صح. انا ماليش دعوه. كل واحد بتدافع عن كل ام تقعد مع بنتها تتكلم معاها. زي ما انا قعدت مع بنتي اتكلمت، كل ام تقعد تطلب بنتها تتكلم. برافو عليك، انت ست ب1000 راجل والله. لكن احنا لحقنا بنتي بدري. لكن الناس اللي بعد تقلب بقاله 5 سنين في الحاجات دي. الله اعلم ظلم مين، الله اعلم مشي مع مين، الله اعلم بوظ مين، الله اعلم مين تاني مش قادر يتكلم. طب انا قلبي جمد واتكلمت، الامهات التانية ما اتكلمتش ليه؟ بيبيع الفيديوهات بقى، بيبيعها للعيال الصغيره. يعني الفيديوهات دي انتشرت من فتره. احنا يعني فوجئنا ان الفتره ده بقى لها بتاع 4-5 ايام، الله اعلم. احنا قادرينها من 5 ايام. انتوا عرفتوا ان دي بنتكم يعني؟ الله اعلم. الصوره بنتك، اعتبرني بنتك وبنت بنتك اللي حصل لها كده، والنبي لا تعملوا اقصى العقوبه عليه ان شاء الله بامر الله. احنا من يعني في قريه الشهاوي، عزبه الشهاوي خاطر التابعه لمركز كفر شكر بمحافظه القليوبيه، وتحديدا مع الام التي تعدى متوحش عليها بقال اثناء قيامها بشراء حاجه من هذا المحل. احنا مع الام الساكله هتحكي لنا تفاصيل وملابسات الواقعه. هذه الاسره الفقيره يعني ناس طيبين، البلد كلها بتشكر فيهم بصراحه، وبيشكروا في اخلاقهم وفي دماسه خلقهم وفي بنتهم كمان. لكن احنا يعني فوجئنا بهذا الذئب البشري الذي يتعدى على مع الام. هتحكي لنا تفاصيل وملابسات الواقعه وايه اللي حصل بالظبط لبنتها. اتفضلي يا ام. من اسبوعين 2 كانت بنتي جايه لي بتقول لي يا ماما انا خايفه يا ماما، خديني في حضنك. انا المفروض ان انا سلمت البنت لابوها، انا وباباها منفصلين. بنتي طول عمرها عايشه معايا، عمري ما طالبت ابوها بمصاريف، طول عمري ابويا يصرف علينا وبنتي، عمري ما مشيتها. لما المصاريف كترت عليا كنت موديه البنت لابوها. انا مش طالبه اكتر من مصاريفها، بس اللي هي مصاريف المدرسه والدروس، لكن اكلها وشربها انا الحمد لله باكلها وبشربها وبلبسها. فلما رحت عند باباها انا خلاص، انا واثقه في باباها، يعني اهديها لمين؟ ده ابوها طبعا. فانا سبتها هناك على اساس ان هم اهلي. دول اهلي، ده اهل امي من نفس القريه عندكم. ايوه من قريه جنبنا، دول اهل امي. فانا واثقه فيهم، انا سايبه بنتي في وسطيهم واثقه فيهم. نعم. فلما بنتي لقيتها من كام يوم كده بتقول لي ماما احضني يا ماما، انا خايفه يا ماما. فيك ايه يا بنتي؟ ابوكي ضربك؟ تقولي لا يا ماما. عمتك ضربك؟ لا يا ماما. طب ستك بتطردك؟ لا يا ماما. فيك ايه؟ طب احضنيني، خدني في حضنك يا ماما. فسكت. انا جيت من نيمة 3 ايام لقيت محمد بيصحيني بيقول لي اصحي. قلت له في ايه يا محمد؟ قال له قومي شوفي البلوه اللي احنا لقيناها. قلت له بلوه ايه؟ قال لي بنتك متوزعه على التليجرام مع ناس كتير. قلت له ازاي؟ مش فاهمه، وريني يا محمد. فشفت قال انهيار عصبي. يا ريتني ما كنت شفت حاجه زي كده. بص يا امي بنتك مظلومه، يا ريتني ما كنت شفت حاجه زي كده. بنتك سليمه ومظلومه، انا عارف. ما كنت شفت حاجه زي كده. الناس كلهم بيشكروا في اخلاق بنتك وفي دماسه خلقها، هي غصب عن ده طفله في اولى اعدادي. لما جيت كلمت بنتي قالت لي يا ماما رفع عليا السكينه وقال لها هموتك وهذبحك بالسكينه لو اتكلمتي. وقالت لي حاجه كمان، الله يخرب بيت الذكاء الاصطناعي اللي نزل. قالت لي صورني يا ماما وانا في الشارع وامنه دهلي. قال لي تعالي يا حبيبه شوف انا صورتك ازاي بهدومك. قالت له قام قايل لها شوفي بقى وانت بلبوس. لا حول ولا قوه. صورها بلبوس خالص. قام قايل لها نزل صورك على النت لو ما جيتيش دلوقتي. قالت له ازاي؟ قال لها وامك بقى هتموتك واهلك هيقتلوك. البنت خافت. هي مره واحده اللي راحت له، وجات لي بعد كده انه عندها انهيار عصبي. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. حسبي الله، يا رب ينتقم منه، يا رب ينتقم منه، يا رب ينتقم منه يا رب. احنا دولتنا دولة قانون، وحق بنتك هيجي بأمر الله. بس انا عايزه يموت، انا عايزه يموت، انا مش عايزه يعيش، انا مش عايزه الواد ده يعيش خالص.
الواد ده ما يعيش خالص عشان بنتي ترفع راسها وسط الناس. انا عارفه ان بنتي قاصر، بس لا، بنتي دي اللي ترفع راسها، دي بنتي بتمشي ترفع راسها. انا شغاله بشرفي، انا شغاله بشرف عشان اربي بنتي. انا عمري في حياتي ما خدت حاجه من حد ولا هقبل حاجه من حد. انا شغاله عشان اصرف على بنتي عشان تطلع احسن واحده في الدنيا. البلد كلها تشهد لي بكده ان انا عمري ما مديت ايدي لحد. انا عايزه بنتي تطلع رافعه راسها. انا طالبه من الحكومه بس بنتي ترفع راسها ان شاء الله، مش اكتر، مش عايزه حاجه تاني. انا مع بنتك بامر الله. انا مش عايزه حاجه تاني. احكي لي بس التفاصيل. زي العاده زي حبيبه، ما يخافوش خالص. هي حبيبه دلوقتي كانت رايحه تعمل ايه؟ اللي حصل كانت رايحه تشتري بالراحه عشان بس الناس خدت 10 جنيه من ابوها وراحت تشتري كيس شيبسي. بس هو ده اللي حصل. صورها في الشارع وقال لها تعالي يا حبيبه، حط صورتها على الذكاء الاصطناعي، عمل لها بلبوس، خلاها ووزع صورتها على البنت. خافت. ده انا اتفاجئت على النت يعني. ده انا اتفاجئت ان محمد اخويا بيقول لي على التليجرام بنتك نازله على التليجرام للشباب بيشتروا الفيديوهات بتاعتها. طب احنا سمعنا ان في حياة تانية، في ناس تانية معاها، ان الراجل ده عمل لناس تانية كتير. الله اعلم. هو اعترف بكده. ناس تانية كتير. قال انا ناس تانية. هل انتوا وصلتوا لاسماء ناس تانية لحد تاني لحاجة؟ والله بقى انك دي في المركز بقى، احنا مش بتاعتنا، دي مش بتاعتنا. يعني هو عمل قناة على اليوتيوب وعمل وشير عليها على ايه؟ بس على التليجرام. اعترف والله العظيم اعترف، وانا سامعاه بوداني. والله سامعاه بوداني. انا بقى كل واحد يتكلم عن نفسه، كل واحد يتكلم عن نفسه. والله من بق الناس في العزبة قال لك خلي البلد يعني الراجل ده يعني الشاب هو ده، يعني الشاب ده هل يعني كان متعود قبل كده بيعمل الحاجات دي يعني، ولا انتوا فوجئتوا على موضوع بنتكم؟ انا فوجئت والله. انا فوجئت. انا بقول لك انا خارج، انا رايح اجيب طلبات عند البيت الجديد، بعمل فيه نقاشه، رايح اجيب حاجات للنقاشه. فلقيت واحد موقفني بيقول لي يا محمد انا عايز اقول لك على حاجه بس والله محروق. والله محروق يا ابني، اوريها لك. قلت له يا عم قول يا عم خلص عايز امشي عشان النقاش شغال عندي. قال لي انت معاك واتس؟ قلت له قال لي خد. انا شفت الفيديو، انا قعدت كان لا مؤاخذه في مصطبه كده، قعدت على المصطبه. يعني هو مصور البنت نازله عريانه بس فيها صوره، مصور ولا مركب عليها حاجه؟ هو البيت، وهو هو من ورا الكاميرا، هو بيصور البيت يعني زي ما يكون متهدده، يقول لها اعملي كذا اعملي كذا، بالفاظ خارجه يعني، اعملي كذا اعملي كذا. هو ما جاش يمتها. انت فاهمني ازاي؟ بس هو ايه بقى ايه، هو بيقول لها اعملي كذا وهي تعمل، بيهددها. هو كان ماسك لها السكين. كان مهددها قبل كده ان هو في الايه، وقلع هدومها خالص. لا هو وراها صوره ان هي، هو وراها هي الصوره دي هي بس. طب ارجع للام تاني معلش، انا احكي لي بس عشان الناس تبقى عارفه ايه القصه. هو وراها صورها الاول في الشارع، وقام قال لها يا حبيبه الصوره دي هتفضل معايا تمام طول ما انت بتسمعي كلامي، مش هوديها لحد، ما سمعتيش كلامي انا هنزلها على النت. تمام. والله ده اللي بنت قالته. ايوه تمام صح. لكن انا ما شفتش. لا هو كان هم لما طلعوا الصور من على اللابتوب ولقوا كلام حبيبه صح. لا كل اللي حبيبه قالته صح، مهددها فعلا. فعلا كل حاجه موجوده اللي هي قالتها، وكلام حبيبه صوتها. ايوه، ما هم قالوا لها هنود كل حاجه وهو بيهددها وماسك لها السكينه كمان. هو كان بيصور كل حاجه بيعملها، كان الكاميرات اللي في المحل بتصور وهو بيقطع الفيديوهات ويلزقها في بعضها. يعني ما كانش معاه موبايل، ده كان الكاميرات بتصور وهو يقطع ويلحم بقى ويعمل ايوه ويظبط الدنيا. ما هو فاتح قناه على التليجرام اسمها مش عارف حاجه برايز كده. كان بيبيع الفيديوهات بقى، بيبيعها للعيال الصغيره. يعني الفيديوهات دي انتشرت من فتره. احنا فوجئنا ان الفتره ايه ده بقى لها بتاع 4-5 ايام، الله اعلم. احنا قادرينها من 5 ايام. انتوا عرفتوا ان دي بنتكم يعني؟ الله اعلم. الصوره احنا لحقنا بنتي بدري، لكن الناس اللي بعدت قالت بقى له 5 سنين في الحاجات دي. الله اعلم ظلم مين، الله اعلم مشي مع مين، الله اعلم بوظ مين، الله اعلم مين تاني مش قادر يتكلم. طب انا قلبي جمد واتكلمت، الامهات التانية ما اتكلمتش ليه؟ هيتكلموا يا امي، ما اتكلموش ليه؟ ده حق، مش حق بنتي لوحدها، اقسم بالله حق العالم كله، مش حق بنتي، حق قرية كاملة، واحنا ناس حق العالم كله. معرض لبناتنا كلنا يحصل لهم كده. الواد ده لا، الواد ده والله ناري ما هتنتفى الا ما يموت، ياخد اعدام.
والله ياخد اعدام عشان كل اللي بيعملوا زيه يتربوا. ياخد اعدام، ده ياخد اعدام. انا حل ده انا اللي انا عايزاه اعدام، مش 2 ولا 3 سنين ويرجع يعمل كده تاني. لا ده ما يطلعش تاني. لا مش هيطلع طبعا، ده ما يطلعش. ده انا بنتي شافته في المحكمه جالها انهيار عصبي. بنتي شافته، كلهم هدوها في المحكمه. بنتي شافته، بنتي بتترعش لما بتشوفه. يعني رب البنت الرعب، رب لها الرعب، اقسم بالله رب البنت الرعب. يا ام اهدي، احنا معاكي وحق بنتك هيجي تالت ومتلت. ده انسان غير امين، وانسان يعني ده قاعد في وسطهم ازاي؟ قاعد في قريه فاتحين البيبان على بعضها، اتفضل يا فلان، اتفضل يا باشا، اتفضل يا حبيبي تعالى كل معانا. ده قاعد في وسطهم ازاي؟ بس العزبه ديت عيله واحده. ده انسان غريب، ده واحد غريب، الغريب اللي في البلد، اللي في العزبه غريب. البيت الوحيد، العزبه كلها عيله واحده. دول امنوا له ازاي يقعد في وسطهم؟ دول امنوا له ازاي يقعد في وسطهم؟ دول ما بيكلموش حد خالص اصلا من ساعه ما سكنوا في العزبه، وهم مش مختلطين بحد نهائي. ناس خاينه، ناس خاينين مش بتوع عشره، ناس خاينين مش بتوع عشره. لكن انتوا ما عرفتوش حد من اللي كان عامل لهم فيديوهات دي اللي ظهرت الاول، فيديوهات بنتكم الاول؟ احنا مالناش علاقه، احنا شفنا بس مالناش علاقه. لا ما انا عارف انتوا مالناش علاقه بحد عشان البلاغات. يعني انتوا برضك مالناش علاقه. ده الحكومه اللي تقول، مش احنا. اللي وقع في ايدهم الفيديوهات يقولوا، احنا ما نقولش. المركز اللي يقول اللي شاف الفيديوهات، لكن انا ما اقولش، انا ماليش علاقه. صح، انا ماليش دعوه. كل واحد بتدافع عن كل ام تقعد مع بنتها تتكلم معاها. زي ما انا قعدت مع بنتي اتكلمت، كل ام تقعد تطلب بنتها دي. برافو عليك، انت ست ب1000 راجل والله. لكن انا ما بمشي بلسانة حد، انا اتكلم في لساني انا. ده كل من يصيبنا الا ما كتب الله لنا. نعم. انا رب اللهم اجرني في مصيبتي، ارزقني بخلف احسن منها يا رب، ارزقني باحسن منها يا رب، وثبتني يا رب عشان مصبرني يا بنتي يا رب، صبرنا عليك يا بنتي. بنتك سليمه ما تقلقيش، بنتك ده صور كلها كلام فاضي، بس الحمد لله بنتك زي الجريد ده. رب البنت الرعب. والناس كلها بتشكر في اخلاقكم، يعني الناس كلها بتشكر في اخلاقكم وفي هنا في القريه، وعارفين انتوا مين وعلى اصل مين. بنتكم جبرت على عمل يعني غير اخلاقي ولا حاجه، هو هيتحاسب بامر الله، واحنا دولتنا دوله قانون وفي انتظار دوله القانون. انا طالبه انا وزير العدل يعمل اللي انا بنتك، اعتبرني بنتك، شوف اعمل اللي انت عايزه مع بنتك، اعتبرني بنتك وبنت بنتك اللي حصل لها كده، والنبي لا تعملوا اقصى العقوبه عليه ان شاء الله بامر الله. احنا من يعني انا مش عارفه اتكلم اقول ايه. يعني انا من كتر البنت اللي انا شفت الفيديو اللي انا شفته مخليني لساني ملجوم، مش قادره اقف على رجلي حتى. قضاءنا قضاء ناجز، وان شاء الله في اقرب وقت هيحال هذا وسخ ما يقعدش في البلد لمحكمه الجنايات. يعني جزاء ما اقترف من ابوه جه عرض عليا فلوس عشان اتنزل على المحضر. ابوه جه قال لي هكتب لك البيت باسمك وهديكي شيك على بلد، اكتبي الرقم اللي انت عايزاه. يا ريس اكتب رقم ايه؟ رقم ايه على شرف بنتي؟ رقم ايه يا باشا؟ احنا الناس بيتنا على قد، اقسم بالله ما عايزين حاجه من حد، اقسم بالله ما عايزين حاجه من حد. انا عايزه حق بنتي، انا عايزه حق بنتي، مش عايزه حاجه من حد. انا مش عايزه حد يواسيني ويطبطب عليا، انا عايزه عشان تطبطبوا عليا وعايزين تواسوني، ما حدش يقول لي معلش، ما حدش يقول لي الكلمه دي. انا عايزه حق بنتي بس. انا قلبي نار، انا نار في قلبي، انا عايزه حق بنتي، انا عايزه حق بنتي. انا ما رضيتش هروح اموته، ولا انا كفيله اموته، بس انا ما قدرت، ما رضيتش. قلت القانون هيجيب لي حقي يا باشا. انا قلت القانون فوق دماغي هو اللي هيجيب لي حقي، رجال القانون اللي هيجيبوا لي حقي. وقلت لاخويا كده، قلت له يا محمد ما تضيعش نفسك، رجال القانون هيجيبوا لنا حقنا. دي حقيقه، ده يتحبس يا حبيبي، ده خساره في الموت، ده يتعذب، لا ده يفضل طول عمره يتعذب.